السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة اعدادي، عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاك مستر احمد عبد الفتاح، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض المحافظة التانية 2024 جبر تالتة اعدادي من كراس المعاصر. هتلاقي على القناة هنا قائمة تشغيل مخصصة لامتحانات جبر وهندسة تالتة اعدادي ترم اول من كراس المعاصر. لو انت اول مرة تسمعنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. هتلاقي على القناة هنا حاجات خاصة بالرياضيات تالتة اعدادي ممتازة جدا، سواء مراجعات او حل محفظات او شرح او غيره. تعال نبدأ بقى عشان ما نطولش عليك. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان 3 أس س زائد 1 بتساوي 81 فإن 2 س. أنا عاوز أطلع قيمة السين دي الأول. فعندك هنا 3 أس س زائد 1 هتساوي 81. الواحد وتمانين دي يا جماعة هنعملها 3 أس 4. 3 أس 4 ليه بقى؟ عشان نقول بما ان الاساس يساوي الاساس اذا الاس بيساوي الاس. الاساس اللي عندنا هنا اللي هو التلاتة بيساوي الاساس اللي هنا اللي هو الكام؟ التلاتة. يبقى الاس بيساوي الاس. يبقى الاس هنا اللي هو س زائد 1 بيساوي 4. س زائد 1 ده الاس ده بيساوي 4. الاس ده يا جماعة دي معادلات اسية من تانية اعداد. ده كده الاس هيساوي 4 هنا اللي هي الاس. طيب نكمل. هنودي الواحد بعكس الإشارة هنا كده. يبقى السين هيساوي 4 ناقص 1. يبقى السين هتساوي 3. السؤال ده تراكمي من تاني إعدادي من المعادلات الأسية. طب السؤال التاني بيقول إذا كان ن س بيساوي 2 ون س في ص بيساوي 6. ن ص تربيع. ن ص يا جماعة ن ص هيساوي 6 على الاتنين. 6 على الاتنين. 6 على الاتنين فيها التلاتة. 6 على الاتنين فيها التلاتة. طب ن ص تربيع يعني 3 تربيع. 3 تربيع ب9. 3 تربيع بكام يا جماعة؟ 3 تربيع ب9. يبقى نقول هنا 9. طيب السؤال اللي بعده. إذا كان س تربيع بيساوي 4 فإن القيمة المطلقة لس. بص معايا، س تربيع بتساوي 4 يبقى الس بس جذر الأربعة، ودي معادلة يبقى جذر الأربعة هيطلع إيه؟ موجب أو سالب 2. هنحط في القيمة المطلقة موجب أو سالب 2. القيمة المطلقة بتطلع أنهي قيمة فيهم؟ بتطلع دائما موجب، يعني بتطلع 2. يعني احنا الإجابة بتاعتنا هتكون 2 لأن القيمة المطلقة بتطلع 2. إذا كان هنا س ص بيساوي 7 فإن الص تتناسب مع إيه؟ لو أنت لقيت كده الس مضروبة في ص كده بتساوي قيمة يبقى ده تغير عكسي. يبقى هنا الص تتناسب عكسيا مع 1 على س. يبقى هنا ص تتناسب عكسيا مع 1 على س. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي إذا كانت س ناقص ص بيساوي 5 فإن 6 س ناقص 6 ص. خدت بالك هنا إن الستة دي عامل مشترك، هفتح قوس كده ويفضل لي هنا س ناقص ص لأن الستة عامل مشترك. طيب س ناقص ص ديت هو مديلي ليها قيمة ب5. يبقى أنا هشيل كل ديت وأقول بدل ما أقول 6 في س ناقص ص أقول 6 في 5، والستة في 5 بكام؟ ب30. يبقى الإجابة بتاعتي هتكون 30. السؤال اللي بعده هنا بيقول أدق مقاييس التشتت الوسط الحسابي الوسيط للانحراف المعياري المنوال. بص، مقاييس التشتت عشان تبقى عارف التشتت هما 2 بس، المدى والانحراف المعياري. أبسط حاجة المدى وأدق حاجة الانحراف المعياري. يبقى احنا هنا هناخد الانحراف المعياري. تمام. يبقى هو دول كلهم كده مقاييس نزعة مركزية، لكن مقاييس التشتت اللي هو الانحراف المعياري. وصلنا يا جماعة للسؤال التاني بيقول إذا كان رقم ألف فيه. طبعا بداية من السؤال التاني بيبقى كل سؤال فيه ألف وباء. بيقول إذا كانت السين بتساوي -1 0 1 2 3 والصاد 0 1 4 6 9 وكانت عين علاقة من س لصاد حيث ألف عين باء تعني أهم حاجة بعد كلمة تعني دي ألف تربيع بيساوي باء. يعني نربع العنصر هنا في س، ده يمثل س وده يمثل صاد، ده ألف وده باء. نربع العنصر من هنا يطلع عنصر هنا. اكتب بيان عين مثله مخطط سهم واثبت أن عين دالة من س إلى صاد ثم أوجد المدى. طب هنبدأ أولا كده ببيان عين على السريع كده. بيان عين وتعالى نشوف.
أول حاجة بنفتح قوس مجموعة كبيرة وبعدين نفتح زوج مرتب. سالب واحد في سالب واحد بواحد، سالب واحد تربيع بواحد، يبقى هنا نقول سالب واحد وواحد، ده زوج مرتب. صفر في صفر بصفر، يبقى صفر وصفر. واحد في واحد، ما احنا بنربع الألف يدينا باء. واحد في واحد بواحد، يبقى واحد وواحد. اتنين في اتنين بأربعة، يبقى اتنين وأربعة. تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى تلاتة وتسعة. ونقفل قوس المجموع. طيب أنا عملت كده أول خطوة، عاوزين بقى نطلع أو نرسم مخطط سهمي في الأول. مخطط السهم بنرسمه كالآتي، بنعمل عمودين كده، وبعد كده يا جماعة هنوصل كالآتي، سالب واحد وواحد، وبعد كده صفر وصفر، واحد وواحد، اتنين وأربعة، تلاتة وتسعة. كده أنا عملت بيان عين ومثلته مخطط سهمي. اثبت إن عين دالة، فنقول هنا عين دالة. والسبب بقى لأن كل عنصر من عناصر س له صورة واحدة في صاد. كل عنصر من عناصر س له صورة واحدة في ايه؟ في صاد. تمام خالص. ثم اوجد المدى. ثم اوجد المدى. المدى العناصر اللي احنا اخترناها من صاد دي اللي هي صفر وواحد واربعة وتسعة. يبقى هنا صفر واحد اربعة تسعة. يبقى ده اسمه الايه؟ ده كده اسمه المدى. تمام خالص. وصلنا الرقم باء في نفس السؤال، بتقول إذا كان ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، اثبت أن ألف جيم على باء دال يساوي قوس كده ألف ناقص جيم باء ناقص دال كل تربيع. طبعا المسألة دي الفكرة اللي فيها مهمة خالص اللي هو التناسب. فاحنا هنبدأ نقول بما أن هنا كده، بما أن ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة، كميات متناسبة. طيب كميات متناسبة، ايه اللي انا هستفاده؟ هنقول انه اذا الف على باء يساوي جيم على دال يساوي ثابت، وليكن مثلا ميم، ثابت التناسب. وبعد كده هنطلع قيمة لكل من البسط هنا والبسط هنا، يعني الالف هيساوي باء ميم، والجيم هيساوي دال ميم. دول القيم اللي انا هشتغل بيها، قيمة الالف وقيمة الجيم. بعد كده هنقول لها الطرف الايمن، الطرف الايمن، وبعد كده نقول الطرف الايسر. الطرف الايمن بيقول ايه؟ بيقول الف جيم على باء دال
يساوي. ونبدأ بقى نحل كده. الألف بكام؟ الألف باء ميم، في الجيم بكام؟ دال ميم. ننزل تحت، الباء ملهاش قيمة والدال ملهاش قيمة، يبقى باء دال. بص بقى معايا كده، هنضرب باء في دال يبقى باء دال، وميم في ميم ميم تربيع على باء دال. هنختصر بقى الباء دال مع الباء دال، هتشيل باء دال دي مع الباء دال دي، هيفضل لك الناتج في الاخر ايه؟ ميم تربيع، دي القيمة النهائية. طيب تعال نشوف الطرف الايمن. هنقول هنا الطرف الايسر، اسف، الطرف الايسر. الطرف الايسر عبارة عن ايه؟ عبارة عن الف ناقص جيم على باء ناقص دال، الكل تربيع. تعال نعوض بقى كده. الالف بكام؟ الالف بباء ميم ناقص الجيم دال ميم. ننزل تحت، الباء زي ما هي ملهاش قيمة، يعني ناقص الدال ملهاش قيمة. هنعمل كده، هيبقى فوق هنا في تربيع طبعا، فوق هنا باء ميم دال ميم، هناخد الميم عامل مشترك، يفضل باء ناقص دال، وتحت هنا باء ناقص دال، الكل تربيع. هنشيل ديت مع دي، هيفضل ميم، ميم جوه وكل تربيع، يبقى ميم تربيع. يبقى اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، او الطرفان متساويان. طلعت هنا ميم تربيع وطلعت هنا ميم تربيع برضه. وصلنا يا جماعة للسؤال الثالث اللي بيقول إذا كانت ص تتناسب طرديا مع س، وكانت ص بتساوي 14 عندما س بتساوي 42، أوجد العلاقة بين ص وس وقيمة ص عندما س بتساوي 60. فهنبدأ نقول في رقم هنا واحد، هنقول العلاقة بتيجي ازاي بقى. هقول بما أن 3 نقط بص لتحت ص تتناسب طرديا مع س. تمام، إذا احنا هنا قلنا بما أن ص تتناسب طرديا مع س، إذا الميم الثابت بيساوي ايه؟ الثابت هنا هيبقى عبارة عن صاد على س، صاد على س، قسم اهو. طب الصاد بكام؟ ب14 والسين ب42. هنبسط الموضوع هنا كده، على 14 فيها الواحد، على 14 فيها التلاتة، يبقى 1/3. يبقى الميم هنا قيمتها 1/3. كده طلعت الثابت ده. بعد كده ده المطلوب الأول. المطلوب التاني قيمة صاد عندما السين ب60. فأنا أقول له هنا عندما السين بتساوي 60، يبقى الصاد تساوي، احنا الأول نكتب العلاقة الأول. نقول إذن العلاقة هي صاد تساوي 1/3 س. دي العلاقة اللي بتربط الاتنين، صاد بتساوي 1/3 س اهو. ما هي الصاد عبارة عن العلاقة عبارة عن صاد بتساوي ميم س، فاحنا طلعنا الميم 1/3، يبقى 1/3 س. طيب المطلوب التاني بقى بيقول عند قيمة السين بتساوي 60. لما السين بتكون تساوي 60 يبقى الصاد بكام؟ فأقول هنا عند السين بتساوي 60، يبقى الصاد بتساوي 1/3 في 60. يبقى الصاد هتساوي 1/3 في 60 ب20، يعني تلت الستين كام؟ تلت الستين 20. وصلنا رقم ب اللي بتقول مثل بيانيا منحنى الدالة د س 4 ناقص س تربيع متخذا س ينتمي لفترة من -3 و3، ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى، القيمة العظمى، معادلة محور التماثل. أول حاجة بنعملها يا جماعة بنكتب الدالة هنا كده، د س بيساوي 4 ناقص س، ونعمل فترة من د -3 لحد 3، ونعمل الجدول ده س وصاد ونكتب من -3 لحد 3. وتعالى نبدأ بقى كده ونشوف. أول حاجة هنقول أدي 4 ناقص -3 تربيع، يعني 4 ناقص 9 تطلع كام بقى؟ -5. نكتب في الجدول هنا -5. بعد كده 4 ناقص -2 تربيع، يعني 4 ناقص 4 صفر صفر. 4 ناقص -1 تربيع، يعني 4 ناقص 1 3.
واحد يقول لي التربيع السالب ده بيروح فين يا مستر؟ التربيع يا جماعة بيشيل السالب. بعد كده 4 - 0 هي الأربعة، يبقى 4. 4 - 1 تربيع يعني 1، يبقى 4 - 1 3، يبقى 3. آسف 3، دي تبقى 3. تمام، نكتب هنا 3. بعد كده 4 - 2 تربيع يعني 4 - 4 0، يبقى 0. احنا هنا فوتنا واحدة يا جماعة. واخر واحدة معانا 4 - 3 تربيع زي اول واحدة، يعني 4 - 9 -5، نحط هنا -5. وتعالى بقى نرسم هنا بقى كده. هنرسم ازاي؟ اول حاجة -3 و5، -3 و5 فوق، نكمل دي كده لحد ال5. -3 و-5، ماشي. -3 و-5 يعني هنا كده. طيب -2 و0 على الخط ذات نفسه، -2 و0. -1 و3 هنا كده. 0 و4 على الخط ذات نفسه، 0 و4. بعد كده 1 و3 هنا كده. 2 و0 هنا. 3 و-5 يعني هنا برضو. لو بصينا للشكل كده المنحنى ده هنوصله بايدينا عادي، ما توصلش بالمسطرة، بايدينا كده هيطلع منحنى بالشكل اللي انت شايفه ده كده. ده المنحنى اللي قدامك ده. طيب بنعمل 3 حاجات. حاجة اسمها نقطة رأس المنحنى، اهو رقم 1، نقطة رأس المنحنى. نقطة رأس المنحنى ديت بتبقى بنجيبها بطريقتين اتنين. الطريقة الأولى من الرسمة اللي هي في النص دي، نص المنحنى دي اللي هي كام وكام، اللي هي 0 و4، وتجيبها من الجدول بتبقى القيمة في نص الجدول اللي هي دي. في 3 قيم هنا و3 قيم هنا، وهي في النص 0 و4. تاني حاجة اسمها معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل دي عبارة عن أول نقطة هنا، مع النقطة دي هنا س وص، هي أول نقطة، ولازم نقول س يساوي 0. س يساوي 0. 3 كده قيمة عظمى، طالما المنحنى لأسفل يبقى قيمة عظمى. القيمة عظمى بنقول صاد. صاد تساوي ايه؟ أعظم قيمة هنا، أكبر قيمة اللي هي هنا 4، معنى نقول 0 و4 ف4، يبقى الصاد بيساوي كام؟ 4. يبقى قيمة عظمى صاد بيساوي 4. معادلة محور التماثل س بيساوي 0. نقطة رأس المنحنى 0 و4. وصلنا يا جماعة لرقم 4 ألف اللي بتقول هنا إذا كانت د س بيساوي س ناقص 6 وكان نص د ألف بيساوي -2، أوجد قيمة ألف. بص معايا، دي الدالة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها، اللي هي د س بيساوي 6. د س بيساوي س ناقص 6 وكان تلت د ألف بيساوي -2، أوجد قيمة ألف. طب هو ده الألف يعني ايه؟ ده الألف يعني تشيل السين ونحط ألف، يعني التلت ده معلنا منه، ده في الأول كده هنفتح قوس. ده الألف بقى، ده الألف شيل السين وحط ألف، شيل السين ده اهي وحط ألف، يبقى ألف ناقص 6، نقفل القوس، كل ده يساوي كام؟ -2. طب تلت في ألف ناقص 6 بيساوي -2. احنا عاوزين نتخلص من التلت ده، نعمل ايه؟ هنضرب هنا في 3 ونضرب هنا في 3، هيروحوا مع بعض كده، يفضل لنا مين بقى؟ هيفضل لنا ألف ناقص 6 بيساوي -2 في 3 ب-6. هنودي الستة هنا بعكس الإشارة، يبقى الألف هيساوي -6 موجب 6، يعني معنى ذلك إن الألف هيساوي كام؟ 0. يبقى قيمة الألف بتساوي إيه؟ 0. طيب يبقى معنى ذلك أنا لو حطيت مكان الألف 0 اللي هو هنا كده 0 ناقص 6 فاضل -6، تلت -6 -2، يبقى أنا كده الحل بتاعي صح. نقولها من الأول تاني بسرعة ونركز. تلت ده الألف بيساوي -2،
تلت هنسيبها بره ونفتح أقواس. معنى د ألف يا جماعة، معنى د ألف يعني تشيل السين ونحط ألف اللي أنا عملته ده، فهيبقى ألف ناقص 6 بيساوي -2. ليه أنا ضربت في 3؟ ليه أنا كده ضربت في 3؟ أنا ضربت في 3 عشان أتخلص من التلت ده، وضربت هنا برضه في 3 عشان نوزن المعادلة. دول هيروحوا مع بعض، يبقى ألف ناقص 6 بيساوي -2 في 3 ب6. نودي ده بعكس الإشارة، يبقى الألف هيساوي -6 وموجب 6، يبقى الألف هيساوي 0. وصلنا لرقم باء اللي بتقول إذا كانت 5 ألف بيساوي 3 باء، أوجد قيمة 7 ألف زائد 9 باء على 4 ألف زائد 2 باء. أول حاجة العلاقة ديت أنا هرتبها عشان هطلع قيمة الألف والباء. يعني ما أقول 5 ألف بيساوي 3 باء، أنا بقى هقول ألف على باء بيساوي كام على كام؟ بيساوي 3 على 5. أهو ألف على باء، نرجع بالاتنين التانيين 3 على 5. طب ده أنا استفاد منها إن الألف بكام والباء بكام؟ الألف ب3 ميم، والباء ب5 ميم. تمام، دي قيمة الألف وقيمة الباء. نيجي بقى نبص كده، عاوزين قيمة المقدار ده. 7 ألف زائد 9 باء على 4 ألف زائد 2 باء. وتعال نشتغل. هنقول هنا 7 في ألف يبقى 7 في 3 ميم، زائد 9 باء 9 في 5 ميم، تحت 4 في 3 ميم، 2 في الباء بكام؟ 5 ميم. خد بالك حاجة مهمة هوريها لك كده. احنا بنعوض عن قيمة الألف ده اهو بقيمته. الألف اللي هو كام بقى؟ اللي هو 3 ميم اهو، 3 ميم و3 ميم. عوضنا عن قيمة الألف وقيمة الباء اللي هي ديت، والباء اللي هي ديت. تمام، وعوضنا عن قيمة الباء اهيت اللي هي باللون الأصفر. الألف 3 ميم والباء 5 ميم. طيب بعد كده تعالى نكمل مع بعض. هنكمل ازاي؟ 3 في 7 ب21 ميم، والخمسة في 9 ب45 ميم، على 3 في 4 ب12 ميم، والاتنين في 5 ب10 ميم. طيب عندك بقى 21 و45، 1 و5 6، 2 و4 6 ميم، على 12 و10 22 ميم. تشيل الميم مع الميم، هتحذف كده الميم دي مع الميم ديت، يفضل 66 على 22 فيها التلاتة. 66 على 22 فيها الكام؟ فيها التلاتة ديت. قيمة نهائية للمقدار ده. وصلنا لآخر سؤال برضو في نقطتين 2 ألف وباء. أول نقطة فيه الألف بتقول إذا كانت س ناقص 1 و11 بتساوي 8 وصاد زائد 3، أوجد قيمة جذر س زائد 2 صاد. أول حاجة احنا هنعمل معادلتين 2. هنقول هنا س ناقص 1 اللي هو ده كده بيساوي 8، وكده صاد زائد 3 بيساوي 11. طب وبعد كده هنعمل بقى معادلات عادية خالص، نعدل واحد بعكس الإشارة ونعدي هنا التلاتة بعكس الإشارة. يبقى عندك هنا السين هتساوي 8 زائد 1، يبقى السين بتساوي 9. يبقى أنا كده طلعت قيمة السين ب9. وهنا الصاد هتساوي 11 ناقص 3، يبقى الصاد 11 ناقص 3 8. يبقى معنى ذلك السين ب9 والصاد بكام؟ ب8. احنا عايزين قيمة جذر س زائد 2 صاد، يعني جذر س ب9 زائد 2 في 8، يعني 9 زائد 16. 9 و16 25، جذر 25 5. يبقى قيمة المقدار ده هتطلع كام في الآخر؟ 5. وصلنا لآخر مسألة معانا في المحافظة بتاع النهاردة، بتقول احسب الانحراف المعياري للقيم 16 32 56 20 27. أول خطوة بنعملها يا جماعة بنحسب الوسط الحسابي.
الوسط الحسابي ليه اسم كده اسمه س بار. س شرطة كده عن س بار. عبارة عن ايه الوسط الحسابي؟ عبارة عن مجموع القيم على عدد القيم. يعني ان انت تجمع 16 زائد 32 زائد 56 زائد 20 زائد 27 على 1 2 3 4 5 على 5. تمام. طيب هتجيب الآلة بتاعتك وتحسبهم لي مرة واحدة. هنعمل شرطة كسر كده ونحسب بقى مرة واحدة. نقول 16 زائد 32 زائد 56 زائد 20 زائد 27. كل ده كده على 5 يساوي. هيطلع معانا الرقم ده كده. احنا نتأكد الأول. 16 و32 و56 و20 و27 دول كام قيمة؟ 5. يبقى على 5 لو ضغطنا كده هتطلع 30.2. 30.2. ده الوصل الحسابي. هنيجي على الجدول ده نعمل هنا س، ونعمل هنا س ناقص س بار، ونعمل هنا س ناقص س بار الكل تربيع. يبقى دي س وس ناقص س بار وس ناقص س بار الكل تربيع. هنا هنحط القيم اللي هي 16 32 56 20 27. وتعالى بقى نحسب بقى كده. انا لما اقول 16 اللي هي س ناقص س بار اللي هي 30.2. تمام. وبعد كده 32 ناقص 30.2. وبعد كده 56 ناقص 30.2. 20 ناقص 30.2. 27 ناقص 30.2. ونحسب بقى دول كده. طيب هنجيب الآلة بتاعتنا برضو مش هنستغنى عنها، ونقول 16 ناقص 30.2 يساوي. هيطلع الرقم ده 14.2. 14.2. هنربعوه الرقم ده. الرقم اللي يطلع ده هنربعوه. يعني ايه؟ يعني نقول في 14.2 يساوي. نضغط على الاس دي هيطلع 210.64. 210.64. بعد كده يا جماعة هنعمل 32 ناقص 30.2 هتطلع معانا 1.8. هنضربها في نفسها. نضربها في نفسها هتطلع معايا 3.14. 3.24. 3.24 اللي هي كانت اصلا 1.8. طيب نجرب اللي بعدها. 56 ناقص 30.2 يساوي. هات الاس دي هطلع 25.8. هنا كده 25.8. نضربها في نفسها في 25.8 يساوي. على الاس دي هتطلع 665.64. 665.64. نخش على اللي بعدها. 20 ناقص 30.2 هتطلع معايا 10.2 في 10.2. نربعها يعني هتطلع 104.4. 104.4. دي اللي هي 10.2. بعد كده هنقول 27 ناقص 30.2 هتطلع معايا 3.2. نضربها في 3.2. هتطلع الرقم ده 10.24. 10.24 ودي 3.2. بعد كده انا هجمع كل دول. هنجيب الآلة ونقول بقى 201.64 زائد 3.24 زائد 665.64 زائد 104.4 زائد 10.24. كل ده يساوي
هتطلع معانا 984.8 484.8 هنيجي بعد كده بالآلة نقول الانحراف المعياري بيساوي 984.8 اللي هو المجموع على عدد القيم، ونعمل يساوي، هيطلع 14.3 من 100، يعني تقريبا 14.3 يعني تقريبا كده 14.